القصة اللي هنحكيها مع بعض النهاردة بتثبت وبالدليل ان اللي عند ربنا ما بيروحش، وان دعوة المظلوم بتطلع سابع سما زي الطلقة زي الصاروخ، مفيش حاجة بتوقفها، مفيش بينها وبين السما حجاب، بتوصل. وعايزة اقول لأي حد اتظلم في الدنيا ما تخافش، حقك راجع ولو بعد حين. قصتنا النهاردة بتحكي عن شاب عنده 39 سنة، بيحكي وبيقول ان وهو عنده 23 سنة وهو لسه صغير حب بنت خطبها 3 سنين. الشاب ده قرر ان هو لازم ينهي الخطوبة بدون اي مبررات، عشان جاله عقد عمل بره بمرتب مغري. قرر ان هو يتنازل عن الحب وعن الخطوبة 3 سنين ويستغنى عن بنت الناس اللي اتعلقت بيه بعد الفترة دي كلها. قرر ان هو لازم يبيع كل حاجة لمجرد بس ان هو شايف ان هو محتاج الفلوس. طبعا حصل كلام كتير ما بين العيلتين على الشبكة وعلى الهدايا وعلى كل الكلام اللي اتجاب في خلال 3 سنين دول. طبعا انتوا فاهمين المواسم وكل الليلة الكبيرة دي. وبعد كلام كتير قرروا ان هو العريس هياخد نص الشبكة والعروسة هتاخد نص الشبكة، وهيقسموا كل حاجة بالنص. ده كمان العريس اتهم حماته اللي كانت هتبقى حماته ان هي ست مادية، وان هي مش من حقها ان هي تاخد نص الشبكة، وان العريس من حقه ان هو كان كل حاجة ترجع له وياخد كل حاجة وخلاص، ومسافر ومعاه نص الشبكة. بس مع نص الشبكة اللي هو خدها معاه ورقة صغيرة كده مكتوبة بخط ايد عروسته سابقا، كاتباله كده بالنص: إلهي تشوفه في عرضك وما يبقاله دوا، وتلف الأرض كلها عشان أسامحك وما تلاقينيش، وتقابل ربنا بذنبي. الشاب بيحكي وبيقول إن في الوقت ده كان هو لسه صغير في السن، محطش في دماغه الكلام واعتبر إن هو كلام عادي ملوش أي لازمة، وقطع الورقة ولا حط في دماغه حاجة. وبعد كده الدنيا لهته وطلع طبعا في شغله وفي جمع الفلوس اللي كان نفسه فيها، ونسي كل حاجة. قبل ما يسافر كان سايب أختين توأم في آخر سنة في الابتدائي، وأخ أصغر منه يعني أكبر من البنات. تمر السنين وتمر الأيام عشان يعدي 13 سنة، ويفاجئ الشاب ده إن أبوه وأمه بيتصلوا عليه وبيترجوه إن هو لازم ينزل ضروري، لأن أخته اتطلقت بعد كتب الكتاب قبل فرحها بشهر. اتطلقت وجالها صدمة ودخلت المستشفى وبتتعالج، واهلها مش قادرين على مصاريف العلاج. يا الله يا الله، وما كان ربك نسيا، ربنا منسيش. يعدي 13 سنة، يعدي العمر كله، برضو ربنا منسيه. ومش بس كده، ده كمان مش عارفين ياخدوا مع طليقها لحق ولا باطل. وكمان ما خدش نص الشبكة، لا ده خدها كلها، خد الشبكة كلها وتهجم عليهم، وخد كل حاجة تخصه وما تخصهوش، واستغل فرصة ان هو مسافر وان اخوه كمان بيدرس ومسافر على طول وما هوش موجود. استغل فرصة ان محدش موجود ومحدش هيقفله، وخد كل حاجة، خد الشبكة كلها، مش خد كمان نصها، وخد كل حاجة تخصه وما تخصه. اللحظة دي الشاب حس ان الزمن رجع بيه لورا، وافتكر كل التاريخ اللي فات اللي كان مفكر اللي هو نسيه. في الوقت ده كان الشاب دخل الجامع عشان يصلي صلاة المغرب، واول ما خلص المكالمة سمع الشيخ وهو بيقول: وما كان ربك نسيا. حس في اللحظة دي ان ده رد مباشر من ربنا، وما حسش بنفسه غير ودموعه نازلة بطريقة هستيرية، بكى بكاء هستيري، حس بتأنيب الضمير. وفعلا وحس في الوقت ده ان وقت ما كتبت خطيبته القديمة، كتبت الدعوة اللي كتبتها في الورقة وادتها له مع نص الشبكة بتاعته، حس ساعتها ان باب السما كان مفتوح. وفعلا هو ده اللي حصل، نزل مصر ودور عليها، بس هو فعلا ما لقاهاش. سأل عليها، قالوا له ان هي اتجوزت وسافرت ومحدش يعرف لها عنوان، واهلها كمان نقلوا ومحدش يعرف مكانهم ولا حد يعرف عنوانهم. وفعلا دور عليها عشان تسامحه، ملقاهاش، اختفت. وفي الوقت ده كان هو بيجري على علاج اخته اللي مش لاقيلها علاج. سبحان الله، الدعوة
استجابت، طلعت من غير حجاب على طول، والدعوة اتنفذت بحذافيرها. والشاب دلوقتي بيقول انا ندمت وتوبت وزعلت، زعلت اني دقت من نفس الكاس ودقت اللي عملته ببنات الناس. وبيقول ان هو دلوقتي مش عارف يسامح نفسه، وان كل ما يبص في وش اخته بيحس بالذنب وتأنيب الضمير، وان طلاقها ده كان مجرد سبب. قول ساعدوني ازاي اقدر اكفر عن ذنبي وعلى اللي عملته. إياكم ثم اياكم ثم اياكم والظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة وما كان ربك نسيا. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتصلوا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام.